السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. طبعا قبل قليل انتهت مباراة مصر وتونس، مباراة ودية انتهت بفوز منتخب تونس 3-1. مبروك طبعا لمنتخب تونس وجمهور تونس والشعب التونسي، وهارد لك لمنتخب مصر وجمهور المصري. طبعا المباراة دي بتوريك حاجة واحدة بس، إن مصلحة الأهلي أهم من مصلحة مصر. المباراة دي بالذات بتعرفك ان مصلحة الاهلي اهم من مصلحة مصر. مصر بتخسر مباراة ودية من تونس على ارضها بنتيجة 3-1. انت متخيل؟ ماشي. اللي سمح بخروج لعيبة الاهلي من معسكر منتخب مصر عشان مباراة السوبر الافريقي المفروض ان هو يحاسب. النهارده علي معلول، اللي طلع الاعلام الاهلاوي وقال لك ان علي معلول متفقين مع منتخب تونس ان هو مش هيشارك في لقاء مصر. النهارده علي معلول بيشارك بشكل طبيعي مع منتخب تونس لحد دقيقه 65، وعنده مباراه بعد 3 ايام. ما عندوش اي مشكله لان ده المنتخب التونسي، محدش يقدر يمنع لاعبته. انما منتخب مصر اتمنع عنه لاعبته. انت متخيل؟ منتخب مصر اتمنع عنه لاعبته. للاسف هي دي هتكون حال الكره المصريه، شاء من شاء وابى من ابى. وهتسمع كلام جميل وحوارات، انما الناس مش هتفوق على الحقيقه. النهارده منتخب الجزائر بيلعب مباراه قويه جدا مع السنغال. بتشوف مباريات قويه النهارده. تونس الناس كلها بتتقدم حواليك، حتى تونس بتقدم، كل الفرق كل المنتخبات العرب اللي حواليك بيقدموا مباريات كبيره، بيلعبوا كوره. انت النهارده بتحنكش في الملعب. حتى الهدف اللي جاي من تصويبك من عمر كمال عبد الواحد، تصويبه ولا اروع، صاروخيه، ولكن هدف يعتبر هدف فردي، مهاره فرديه من لاعب. للاسف المنتخب المصري النهارده خيانه منتخب مصر عشان خاطر الاهلي. ده بعض الكلام اللي الناس مش هتصدقه خلال الفتره اللي جايه، ان لا شك ان مصلحه الاهلي اهم من مصلحه مصر. للاسف كنا نتمنى ان احنا نشوف مصلحة مصر اولا ومصر فوق الجميع، ولكن طبعا زي ما قلنا خروج لعيبة الاهلي من المعسكر مش علشان ان لعيبة الاهلي هم منتخب مصر والكلام اللي طلع على مواقع جماهير الاهلي، لا. لازم منتخب مصر والمدير الفني يستفاد من اي لاعب هو محتاجه، ما تمنعش عنه اي لاعب عشان لما تيجي تحاسبه تقدر تحاسبه. انما النهارده فيتوريا في المؤتمر الصحفي بيقول لك كل معسكر بيكون عندي ازمه، وبيتم التدخل لبعض المسؤولين وبتتحل بقعده شاي. ماشي. فالموضوع يعني صعب جدا. ويقول لك ان هم عاوزين يطوروا الكره المصريه. للاسف الكره المصريه مش هتتطور، لان الناس اللي بتدير الكره المصريه لسه ماشيه بنظام مصلحة الأهلي أولا، وبعد كده تيجي مصالح المنتخب وباقي كل الناس. حتى جماهير مصر، المنتخب المصري ما عادش له جماهير زي الأول. الدنيا يعني النهارده ممكن تلاقي ناس فرحانة إن مصر اتغلبت عادي، ما عندهمش أي مشكلة. نروح للحاجة اللي بعد كده، فضيحة عامر حسين. طبعا عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو في الرابطة. طبعا كان عاوز يودي لاعب تبعه او لاعب يعني قريبه طبعا ناشئين نادي انبي. طبعا انبي رفض لتواضع مستوى اللاعب، حاجه ما فيش فيها اي مشاكل طبعا. ولكن طبعا عامر حسين زعل وطرد رئيس قطاع الناشئين من جروب تواصل بتاع الانديه، وكمان رفض ان هو مباراتهم تتلعب مع اسوان تقريبا على ملعب معين، رغم ان هو وافق للاهلي. فطبعا ده حال الكره المصريه. واحد زي عامر حسين هو اللي بيتحكم في الدوري المصري بقاله اكتر من 10 سنين. طيب ما ممكن نغير، ما نغير، ايه المشكله لما نغير سنه؟ ولو ما لو ما عرفناش نمشي بدون عامر حسين نرجع راجل تاني عادي. انما متمسكين بالناس القديمه. الناس يعني مصر، متخيل مصر ال 100 مليون ما فيش فيها شاب مصري يعرف ينظم مسابقه الدوري؟ اكيد في اكتر من 10,000 واحد مصري يقدر ينظم مسابقه الدوري بشكل محترف اكتر من كده. ولكن احنا متمسكين بعامر حسين لان عامر حسين بيحل لنا ازمات كتيره، يعني بص بيخيط لنا الجدول زي ما احنا عاوزين. عاوزين نأجل ماتشات بنأجلها، عاوزين نلعب ماتشات بنلعبها، كل حاجه متاحه. عامل لنا حاج عامر، بيعمل لنا الحاج عامر. النهارده زي ما قلت، لو في مسؤول في مصر او في حد بيتحاسب على الاخطاء اللي بتحصل النهارده بعد فضيحه وبيان انبي اللي طلع النهارده ان هو بيهدد بالانسحاب من جميع مسابقات الانديه، المفروض فيها عامر حسين يتشال. المفروض عامر حسين يتشال ونجيب واحد ينظم مسابقة الدوري بشكل محترف. حتى لو هنجيب واحد أجنبي ونتعلم منه ما عندناش أي مشكلة. إنما الفجر والعهر اللي احنا بنشوفه دوت فمش هتتقدم، ولا هتقدر تقول لي شاء من شاء وأبى من أبى. الدنيا كلها بتتقدم حواليك. والنهارده مستوى منتخب مصر بيعرفك إن أنت ما عندكش دوري أصلا. تمام. فما تضحكش على نفسك أكتر من كده، والحق أو انقذ ما يمكن إنقاذه. تمام. واحد يقول لك هو ماتش انما النهارده منتخب مصر ما لعبش كوره للاسف. النهارده منتخب مصر فقير فنيا. ماشي. رغم وجود محمد صلاح ولكنه فقير فنيا، ورغم وجود مرموش ومصطفى محمد وطارق حامد وكل المحترفين كانوا موجودين النهارده،
ولكن يظل منتخب مصر النهارده قدم مباراه ولا اسوأ وعلى ارضنا و3-1 بدون جمهور، رغم ان في جماهير ولكن مفيش حضور جماهيري، لان زي ما قلت مصلحه الاهلي اهم من مصلحه مصر. عشان كده مش هتلاقي جماهير لمنتخب مصر للاسف. النهارده سامسون بينذر نادي الزمالك. هتقول لي سامسون مين؟ هقول لك سامسون اكينولا اللي بيلعب في الزمالك بقاله سنه ومأنتخ واكل نايم شارب صاحي على حساب نادي الزمالك، مصاب لما تخن من كتر الاكل. النهارده بينذر الزمالك ان هو له مستحقات مؤخره ب 160 الف دولار لو ما دفعوش قبل يوم 17/9 الحالي، يعني تقريبا بعد 5 ايام هيفسخ عقده مع نادي الزمالك. تخيل سامسون لعب ماتش مع السكه الحديد، ماتش ودي عادي، سجل هدفين، انظر الزمالك وبيهدد الزمالك بفسخ التعاقد. للاسف دي المحترفين اللي احنا بنجيبهم جايين ياكلوا وينتخوا وياخدوا فلوس ويمشوا. واحد زي سامسون دوت، يعني لو في ناس محترفه او الناس اللي اتعاقدت معاه كان المفروض يرحل يعني، واحنا خسرانين في فلوس جايب مليون دولار. للاسف سامسون ده ما يجيش ب 100,000 دولار. يعني في محترفين في الدوري المصري الانديه المصريه بتجيبهم ب 100,000 200,000 300,000، افضل 100 مره من سامسون وافضل 100 يعني مراحل كبيره عن سامسون. ولكن للاسف ادي سامسون بعد شويه تلاقيه مشتكينا في الفيفا وبياخد راتبه كام، عقده كامل زي خالد بوطيب، زي اتشمبونج، زي كل اللعيبه اللي بنجيبهم يفشلوا يفسخوا عقدهم ويروحوا يشتكونا في الفيفا، والفيفا تحكم لهم، وبعد كده يتم ايقاف القيد ونخش في الدوامه تاني اللي احنا ما بنخلصش منها. انا اتمنى طبعا ان حد يتدخل ويحل ازمه سامسون، لو حتى هيرحل خالص بس نكون حلينا المشكله بالتراضي، لان هو كده كده مش جاي منه. وكمان بعد ما سجل هدفين شاف نفسه علينا. انت متخيل ان سامسون يشوف نفسه على الزمالك؟ الموضوع كبر مننا يعني. النهارده في حاجه حلوه كمان، زي ما قلت الزمالك النهارده صرف 50% من مستحقات اللعيبه المتاخره قبل السفر لافريقيا لمقابله ارتا سولار في دور ال 32 من الكونفدراليه. نتمنى طبعا كل التوفيق للزمالك والتركيز، ونتمنى ان الزمالك يعني يحافظ على قد ما يقدر لحد يناير، لان الفرقه بعد مباراه سيراميكا الوديه اللي الزمالك اتغلب فيها 3 الواحد قلق على الزمالك وقلق على مستوى الزمالك. نتمنى ان شاء الله ان احنا نكمل في الكونفدراليه مع التدعيمات في يناير باذن الله. ممكن نروح لمكانه تانيه، ممكن نكسب الكونفدراليه نلعب سوبر افريقي، او على الاقل ننافس في الدوري ايا كان المنافسين اللي قدامك. بيراميدز، الاهلي، زد، فيوتشر، ناس معاهم فلوس وجايبين صفقات على اعلى مستوى. ولكن يبقى الزمالك بجمهوره هينافس وهيحارب لاخر نفس، مش هنرمي الفوطه، هنعافر حتى لو بنغرق هنطلع برضه وهنمسك في الفرصه. نتمنى ان شاء الله من اللعيبه ايا كان اي لاعب سواء تختلف تتفق على مستواه ان هو ينزل الملعب يموت نفسه، عشان جمهور الزمالك مش هيسمح بالمهزله اللي حصلت الموسم اللي فات. طبعا النهارده الزمالك عار حمدي علاء لسموحه موسم على سبيل الاعاره بعد ما كان فشل انتقاله. تم الصفقه رغم ان الزمالك موقوف قيده، والموضوع كان صعب جدا ان احنا يرحل مننا لعيبه. كنا نتمنى ان احنا نحافظ على كل اللعيبه يعني حتى لحد يناير لحد ما نجيب صفقات. انما الزمالك عمال بيفضل فرقه، حمد علاء مش عارف مين، خضري مش عارف مين اعاره، محمود شبانه. طيب ماشي، انا ما عنديش بدلاء، انا ما عنديش بدلاء، والقيد مقفول ومش عارف يفتح امتى، ولسه غرامه خالد بوطيب. فكنت اتمنى ان احنا يعني ما نطلعش واحد لاعب زي حمدي علاء لو لعب وخد فرصه في الزمالك زي مصطفى محمد، كان مشتت من الداخليه لطنطا، وبعد ما لعب في الزمالك اساسي بقى اهم لاعب في مصر وراح واحترف والزمالك استفاد منه ماديا بمبلغ كبير، ودلوقتي بيلعب في الدوري الفرنسي متالق. ونتمنى ان حمدي علاء ياخد فرصه مع الزمالك، خصوصا ان انت ما عندكش افضل لعيبه في نص الملعب يعني رؤى وعمر السيسي. انا لو مدرب هدي فرصه للشباب تلعب، يعني هم وضعهم سيء جدا في المباريات الكبيره، وضعهم سيء جدا. الزمالك متعري، خط الدفاع بتاع الزمالك متعري، والحارس المرمى متعري. اي فرقه هتقابلك الموسم دوت ممكن تتغلب منها نتيجه كبيره. نتمنى طبعا، وخصوصا ان اسيريو كمان بيلعب خطه هجوميه، فكنا نتمنى ان حتى لو اسيريو مش محتاجه يخليه موجود معاه احتياطي. ممكن لا قدر الله اسيريو ممكن ما يكملش الموسم، يجي مدرب تاني كان ممكن يعتمد على حمدي علاء. انما نسمح لاسيريو ان هو يفضل فرقه محمود شبانه على حمدي علاء على كذا لاعب يخرج من الزمالك، وتيجي ما تلاقيش سكواد، لا قدر الله حد يتصاب ما تلاقيش بديل. فكنا نتمنى ان الناس اللي ماسكه نادي الزمالك تحل كل المشاكل دي، وتقعد مع المدير الفني وتفهموا ان ايقاف القيد لسه ما اتفكش ولسه ما جبناش صفقات عشان ان احنا نوافق على رحيل اللعيبه بالسهوله دي. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تعمل لايك في الفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.